علاش أكثر من 30 ألف مدرسة اختفت في الصين في ظرف سنة واحدة؟ وكيفاش التكنولوجيا كتحاول حاليا تخلق قوة عاملة جديدة من الذكاء الاصطناعي لتفادي أكبر انهيار ديموغرافي في التاريخ؟ الصين، الدولة اللي كانت لسنوات طويلة هي الرمز الأول للاكتظاظ السكاني في العالم، اليوم كتواجه حقيقة مرعبة. في 2025 بوحدها أكثر من 30 ألف مدرسة وحضانة سدت أبواب ديالها بشكل نهائي، والسبب ماشي أزمة مالية ولا إفلاس، السبب بسيط ومقلق، ما بقاوش الأطفال. بين سنة 2020 و 2024 نسبة تسجيل الأطفال في الحضانات نزلت ب 25%، وبكين حاولت تبدل اللعبة والغات سياسة الطفل الواحد وعطات حوافز مالية وتشجيعات كبيرة للإنجاب، ولكن النتيجة ما تبدلاتش. معدل الإنجاب نزل ل 1.0 طفل لكل امرأة. باش نفهموا هذا الرقم، راه أي مجتمع محتاج على الأقل 2.1 طفل لكل امرأة غير باش يحافظ على الاستقرار وما ينقرضش. هنا كيتطرح السؤال التقني والاقتصادي الكبير: اشنو هي النتيجة من اللي مجتمع كيتعرض للشيخوخة بهذه السرعة؟ المعادلة بسيطة: عدد العمال كينقص وعدد المتقاعدين كيكبر، والضغط على الاقتصاد وقطاع الرعاية الصحية كيوصل للذروة. الأخطر من هذا الشيء أن أزمة الدول في المستقبل القريب ما غتكونش هي الديون ولا الطاقة، الأزمة الحقيقية هي الخصاص البشري. ولكن كيفاش بكين كتحاول تحل هذه المشكلة بالاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؟ الحل التقني اللي خدامة عليه الصين حاليا هو استبدال القوى البشرية بالأتمتة الفائقة أو هيبر أوتوميشن. أولا، الروبوتات الشبيهة بالبشر. الصين ماشي غير كتدخل الروبوتات للمصانع، بل كتطور روبوتات قادرة تعوض العنصر البشري في خدمات الرعاية الصحية، المساعدة في الديور وحتى الأعمال اللوجستية. ثانيا، الذكاء الاصطناعي المساعد في الإنتاجية. الهدف هو رفع إنتاجية العامل الواحد ب 300% أو 400%، يعني تقنيا عامل واحد بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي كيقدر يدير الخدمة اللي كانوا كيديروها 4 ديال الناس في السابق. ولكن واش هاد التكنولوجيا قدرت فعلا تعوض العنصر البشري؟ الحقيقة العلمية كتقول باللي الأتمتة كتقدر تحل أزمة الإنتاج، ولكن ما كتقدرش تحل أزمة الاستهلاك. الروبوتات والذكاء الاصطناعي صحيح كينتجوا، ولكن ما كيشريوش الطوموبيلات وما كيكريوش الديور وما كينشطوش الحركة التجارية في الأسواق. الصين اليوم هي أول مختبر حقيقي في العالم كيجرب يعيش في مستقبل بدون أطفال وباعتماد شبه كامل على التكنولوجيا باش يضمن الاستمرارية. هذا النموذج غيكون هو الدرس اللي غيتعلم منه باقي الدول، لأن زحف الشيخوخة جاي عند الجميع. السؤال اللي كيبقى مطروح: واش الذكاء الاصطناعي والروبوتات غيقدروا يمنعوا انهيار أكبر اقتصاد في العالم، ولا الأزمة البشرية غتكون أكبر من أي حل تقني؟ شاركوني الآراء ديالكم في التعليقات، وإلى اللقاء في فيديو قادم.